بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة. بالمحضر أمس وأقر المجلس توجيه رسالة للأخ وزير الداخلية والأخ وزير الدفاع. لقد المجلس طالب أكثر من مرة حضور وزير الداخلية ووزير الدفاع، ولكن لم يستجيبوا للحضور إلى هذا المجلس. فأنا أرى أن هيئة الرئاسة هي من أضعفت هذا المجلس، فعلى هيئة الرئاسة التوجه إلى كل إدارة بحث جنائي للاطلاع على التحقيقات بدلا من حضور وزير الداخلية والدفاع. أما الانفلاتات الأمنية موجودة في معظم المحافظات. الآن التقطعات في الطرقات في المودية إلى كل محافظة أصبحت موضة لدى المواطنين. من لديه مشكلة مع طرف آخر في أي محافظة أو في أي مكان نزل الخط حتى يتقطع على المسافرين. فأنا أرى إذا كان هذا المجلس صادق فعليه سحب الثقة من وزير الداخلية ووزير الدفاع. أما ما قاله الأخ عبد الكريم شيبان أنه تشكيل لجنة، المجلس هذا إذا أراد أن يضيع أي قضية شكل له لجنة. فأنا أرى إذا كان صادق المجلس فعليه سحب الثقة من وزير الداخلية ومن وزير الدفاع. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.